الفيديو ده أنا هارشّح لك فيه العربيات المستعملة من 400.000 ل500.000 جنيه، بس وجهة نظري أنا الشخصية كطارق إني لو معايا المبلغ ده عمري ما هاحطه في عربية مستعملة، موديل 2009 و2010 ده مستحيل يحصل، أنا وجهة نظري إن ده جنون، لكن أنا كده هاقول لك على أكتر 10 عربيات بتتباع وقطع غيارها موجودة وصيانتها سهلة في فئة من 400 ل500.000 جنيه، ال10 عربيات أهي قدامي أنا كاتبهم هنا معايا أهم. كيا وهيونداي وسكودا وفولكس، عربيات كتير جدًا، أكتر 10 عربيات حاول ما تخرجش برّه عنهم، بس زي ما قُلت لك برضه نصيحتي ليك حاول إنك تفكّر تحط المبلغ ده في عربية جديدة. تعالَ بقى نبدأ الترشيحات مع بعض. أول عربية كيا بيكانتو 2015 وما تحت، طبعًا البيكانتو عربية غنية عن التعريف ومش محتاجة كلام كتير. بعد كده عندنا كيا سيراتو 2010 برضه واحدة من العربيات المتميزة جدًا، قليلة الأعطال، قطع غيارها في كل مكان، إعادة بيعها سهلة جدًا. بعد كده عندنا هيونداي الانترا 2010 اللي هي بيسموها هيونداي الجمل، برضه عربية غنية عن التعريف. وعندنا بعد كده الهيونداي الI10 عربية شيك جدًا واعتمادية جدًا، وطبعًا إعادة بيعها طيارة. وعندنا بعد كده في ميتسوبيشي شارك وبوما، العربيتين دول طبعًا مش محتاجين كلام ومش محتاجين وصف، وعربيات يعني بُص ولا كلمة. أنا زي ما قُلت لك أنا هنا جايب لك أكتر 10 عربيات أنت بنفسك هتلاحظ إنهم موجودين في كل شارع وفي كل حارة وفي كل منطقة، مستحيل تلاقي شارع ما فيش فيه عربية من ال10 دول، مستحيل. فزي ما قُلت لك الميتسوبيشي شارك وبوما عربيات غنية عن التعريف. ندخل بعد كده في هوندا، وعندنا هوندا 2010 ده الشكل الوحيد اللي ممكن تشتريه في هوندا في فئة من 400 ل500 ألف جنيه، ووصلت النهارده كمان ل550 في بعض الحالات النضيفة جدًا. العربية دي أنا مش قادر أوصف لك قد إيه جميلة، قد إيه اعتمادية، قد إيه قوية، قد إيه إنها ما بتعطلش وقليلة الأعطال، قد إيه إعادة بيعها طيارة. بصراحة عربية خرافية في الفئة السعرية دي، بس المهم إنك تلاقي منها حالة نضيفة، عربية تكون حالتها بنت ناس وصاحبها محافظ عليها كويس جدًا. بعد كده عندنا من نيسان العربية الغنية عن التعريف طبعًا نيسان صاني N16 عربية مش محتاجة ولا كلمة، ونصيحتي ليك اشتري الN16 في الفئة السعرية دي وما تشتريش الN17 في الفئة السعرية دي. يعني ممكن تلاقي الN17 مثلًا منها موديل مثلًا 19 أو 20 أو 21 حاجة زي كده في نفس الفئة السعرية دي، لأ، اشتري الN16 مش ال17 في الفئة السعرية دي، الN16 عربية ممتازة، يمكن يكون عيبها الوحيد استهلاك البنزين، فيما دون ذلك العربية ولا كلمة، حتى جسمها الخارجي شيك جدًا. نيجي بعد كده بقى في الألماني وآخر عربيتين معانا سكودا وجيتا، سكودا E5 وفولكس جيتا 2010، العربيتين دول ولا كلمة، عربيات قوية واعتمادية وبتقبل أي تعديل وشبابي جدًا، وعربيات إعادة بيعها طيارة، سريعة جدًا في إعادة البيع، بشرط بس إنك تتحمل مصاريف قطع غيارها. ولمّا تشتري سواء جيتا أو سواء سكودا E5 تحاول تشتري عربيات حالتها نضيفة وتحديدًا في الكهربا بتاعة العربية، يعني ما تشتريش عربية ملعوب في الكهربا بتاعتها لإنك حرفيًا هتتعب. بس كده دول كانوا ال10 عربيات الtop sale في فئة من 400 ل500، وزي ما قُلت لك حاول ما تدفعش الفلوس دي في مستعمل، وحاول تشتري بيها عربية جديدة، صدّقني أنت الكسبان. بس أتمنى ما أكونش طوّلت عليك، سلام عليكم.